ليه نصر البرنس راجع يعمل الدوشه دي؟ الفيديو الاخير مولع التيك توك. راجل طالع بنيو لوك جديد وواقف في مكان انضف وارقى في الشيخ زايد ويقول جملته المشهوره انا جيت اوعى اكون اتغديت، ودي قصه براند كده على الماشي. بس هو كان فيلم من 2023 الناس افتكرت انه اختفى، بس الراجل كان مجهز لحركه تقيله. فاكر لما المطعم اتقفل في امبابه شمع الاحمر والزحمه اللي كانت ماليه الشارع، وهو اعترف وقال انا غلطان لاني بقالي 30 سنه بفرش في الشارع، ومن هنا بدا الشغل الجد. ناس قالت باع وناس قالت سافر وناس تانية قالت خلاص اتحرق، لكن هو هدم المبنى القديم كله وبدأ يبني 4 ادوار من الصفر عشان المره دي لا في ترابيزات في الشارع ولا اشغالات، كله جوه. بعد ما حصلت النقله ما رجعش لامبابه، تاب هناك وطار على زايد، مكان شيك، ديكورات نظيفه وخدمه مظبوطه، بس لسه محافظ على تاتش البرنس اللي الناس بتحبه. وعشان تبقى فاهم اللعبه، اي فرع تاني اسمه البرنس بره امبابه او زايد ده مش هو، ده الكوبي مش النسخه الاصليه. والسؤال اللي وقفت الناس عنده، هل الطعم الشعبي اللي اتربينا عليه هيفضل زي ما هو جوه التكييف والديكور الجديد، ولا كان الشارع جزء من الوصفه؟ ودي كانت قصه رجوع نصر البرنس. قولوا لي بقى في الكومنت تحبوا تعرفوا قصه مين المره الجايه.